شاب كتهضر معاه كيقول لك انا باش غنفتح هذا البيت انا ما خدامش، المعيشه غاليه، راه الناس راه هاد الشاب باش غيشري عبيدو الزيت البوطه 50 درهم باش هاد الشباب صراحه راه الله يكون لهم في العون. راه هاد الشباب ديال هاد الوقت مساكن راه لاصقين عفو والديهم. تخيل دابا انا كنعرفوا اسر عن قرب وشباب عن قرب، باه مسكين طالب معاشه عنده 70 عام وباقي خدام على ولادو، والشاب عنده 30 عام وقاري ومسكين ما لاقيش خدمه، ما كاينش فرص الشغل. فرص الشغل حنا كنا شي واحد الوزير طلع قال لك راه با عنده الفلوس، اللي با عنده الفلوس راه غيلقى المكان ديالو، اللي ما عندوش مسكين راه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف راه الشباب بلا هاد المقترحات ما بقاش الزواج، لان ما كاينش كما قلنا فرص الشغل. مني غيديروا هاد التفاعلات الله يحفظ الله يحفظ، نتمنى من الله يسرنا يا ربي تكمل ما باقي على خير. وتفاعلات هذه ما كاينش شي واحد باقي يتزوج، من سابع المستحيلات. راه شوف غنرجعوا لواحد القضيه، غيتزوجوا بالنيه بالفاتحه، غيرجعوا للزمان النيه غتربح، غيبداو يتزوجوا بالفاتحه. هاد الحكومه جات ضد المواطن من البدايه ديالها، وهي كتفقص فينا حنا كشعب. غلاء المعيشه قلنا ما كاينش مشكل، حنا حتى كلشي ما عندناش فيه اشكاليه، وركوا علينا بجميع الامكانيات ديالهم. حريه التعبير عندنا دابا ولات مقيده، اللي بغى يتكلم كيلقى راسو محكوم بعام ونص. والدليل على ذلك الاخ والرفيق المهداوي هنا بغاو يكبلونا. ميني هادشي كامل ما انتصروش عندنا حنا كشعب، قالوا اشنو بغاو يقيسوا لنا في الدين ديالنا. وحنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لنا من رأى منكم منكرا فليغير بيده بقلبه أو بلسانه. حنا ما نقدروش نديروا ايدينا، لان كما حنا عارفين كاين عندنا شروط، حنا ماشي دوله همجيه، ولكن اللسان ديالنا غنتكلموا به. واخا يدخلونا السجون حنا ماشي مشكل، حنا في يد الله، حنا ما عندنا اشكال. ثالث حاجه هما انهم قالوا تاني، شوف هذا المجلس العلمي اللي وافق على هادشي، واش الله سبحانه وتعالى اول شرط من شروط الزواج كاين الاعلان وكاين الشهود. هما قالوا على اساس الانسان اللي خارج كيعيش في دوله اوروبيه، الا ما لقاش شهود ممكن يدوزوا الزواج بلا شهود. راه من العيب والعار. الوزير اللي مكلف بالاوقاف والشؤون الاسلاميه راه ما رجعتيش للشريعه. كنظن بانك ما عرفتيش حاجه على الشريعه، هذا كمنصب تعطاك الله تعالى اعلم. هنا كنقول لهم حشومه، عيب وعار. نتوما درتوا الاحصائيات، عطاكم الاحصائيات بان دابا المغرب كلشي مصلوح فيه، بقات غير هاد المدونه. وانتم درتوا الاحصائيات وبان لكم على الاحصائيات بان ما عندنا البطاله كثيره. كنتو تنوضوا بالاحرار ديروا اجتماعات وتشوفوا كيفاش غادي تحاربوا هذه البطاله، ودرتوا احصائيات تعطوكم بان المراه المغرب بزاف النساء مساكن هما اللي كيصرفوا على البيوت وفاتحين البيوت. العاود كتفكروا في المراه، عطاو اخويا الثروه ديال البلاد ديالنا تعيش بها. كتفكروا في الارمله، عطاو اخويا هادشي، عطاوها حقها في الثروه، عطاوها تمشي على السبيطار وتداوى. جبتوا لنا هاد ديال الصحه. عرفتي اش درتوا كارثه عظمى. واش خاصني انا ناخذ هاد لامو ثاني ما يكونش عندي بورطابل؟ الا عندي بورطابل ما ناخذش امو. اذا نتوما كتقول لي سيري بحال موكلي، عيشي في الجبل، عيشي في الادغال، هذا ممكن تاخذي امو. هذا درتو كارثه. كنتو تصلحوا التعليم وتصلحوا الصحه هما، وتشوفوا تخدموا الشباب. العود اللي غتقولوا هاد المنظومه والمراه، شوفوا المراه كرم الله في سوره النساء، المراه المسلمه كرم الله. ما كتسناكمش نتوما ديروا لها منظومه ولا يجي شي حد مدافع على الله. والمراه والراجل المغربي حنا كنعرفوه، الشهم المغربي ما يفرطش في مرته وما يفرطش في ولادو. ما غيتسناكمش نتوما تجيو اليوم وتقيدوهم بصريح العباره. هاد الراجل ما يقدرش دابا يتكلم مع مرا ولا يفكر يتزوج ولا ولا يشوف هذوك الشهوات اللي كنشوفهم عبر القنوات، اللي كنشوفهم كيطلعوا لنا ويديروا لنا تما لايفات ويشطحوا لينا ويديروا لنا. يوليو الرجال كيمشيو عندهم باش ما يخافوش على ريوسهم. حنا اليوم كمجتمع مدني وكنوركو وكنقولوا يجب التدخل
امير المؤمنين لايقافه هذا النزيف. هذا نزيف، هذا حيف، هذه مصيبه ضد الدين ديالنا اللي هو دين الاسلام، اللي اليوم احنا الغيره على الاسلام جينا كنتكلموا. وانا كمراه مغربيه ما كتشرفنيش هذه المنظومه، وما باغينهاش ما باغينش حنا هادشي. صلحوا لنا غير التحليم، صلحوا لنا، اعطونا غير الصحه، خلونا نمشيو نداووا في السبيطار فابور، ما تقيدوناش بشي حاجه. هاد الحكومه جيتي تشي غير في الشعب المغربي، جيتي كتكرفصي فيه، كرفصينا في الاول وباغا تكرفصينا في الاخر. غنقول لكم من هذا المنبر حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.